تخيل معايا تقوم الصبح من النوم وتلاقي نص القطيع، بل القطيع بالكامل، قطيعك بالكامل العنبر كله نايم على ظهره. يا اما بيكح وبيترنح، وتلاقي فلوسك بتضيع قدام عينك ومستقبلك بيتدمر. فيروس نيوكاسل هو فيروس قاتل بيصيب الدواجن بسرعة رهيبة عن طريق التنفس، الأكل، مية الشرب، عن طريق الفضلات، عن طريق العمال، عن طريقك انت شخصيا. فيروس نيوكاسل ده يعني فيروس ما بيسميش، ده زعيم الموت، ده جنكيز خان. فطبعا الفيروس ده ممكن يخلص لك من حوالي 10% إلى 100% من قطيعك كله لو ما كنتش عامل حسابك أو واخد الإجراءات كاملة قبل أصلا ما يجيلك الفيروس. ف تقل النسبة حسب شطارتك. في واحد جاله الجمبورو قبل كده ونفق عنده 3 فراخ، طبعا ده يعني عظمة. وكذلك الامر جالي الجمبورو برضو الدورة اللي فاتت وكان النافع عندي 0 نافع، مفيش نافع خالص. فالسبب ان النافع يكون 0، هو المفروض يكون من 10 ل100%. السبب اللي خلى عندي ان النافع 0 لما جالي فيروس كان بسبب الرعاية والتحصين. لو رعايتي كويسة لكن ما حصنتش، الناس اللي بتقول لك تحت 1000 بفرخة ما تحصنش، كان زمان على الأقل خالص لو مات هنقول النسبة اللي هي الأدنى اللي هي 10%. لو أنت بقى عندك الرعاية 100% أحسن من أي حد. تربية محطات نفترض يعني، وعندك لوح وعندك عمال وعندك مشرفين وناس خبرة، نفترض إن يموت لك 10%. لو أنت بتربي 1000، 10% دول اللي هم 100 فرخة. 100 فرخة دول اللي هم تمنهم اللي تكلفتهم زي 15000 جنيه. ضيف عليهم مثلا متوسط مكسب 4000 جنيه، يعني مثلا 20000 طاروا من ايدك، 15 من راس مالك و5 وليكن مكسب 20000 طاروا منك. طب ليه يضيعوا؟ 20000 دول بالنسبة للناس فلوس كتيرة قوي. 1000 دول بالنسبة للناس حاجة بيعها، حاجة غالية عليه. زي واحد عندي ربنا يا رب يعوضه خير، كان بايع مصنع وبدأ دورة وبدأ بكل اللي معاه وجاله نيوكاسل، ربنا يعوض عليه يا رب، ادعوا. الراجل ده جاله فيروس نيوكاسل وكان معاه عنبر 1000 فرخ وكان مجهزه يعتبر باللي وراه وباللي قدامه. فجاله الفيروس ابن الملعونة ده نفق له يمكن 80% من الفراخ. طبعا هو كان عنده الرعاية كويسة وكان بيحصن، لكن حصن غلط. عشان كده بقول لك الرعاية والتحصين، التحصين تركز فيه قوي، لان التحصين ممكن يجيب لك الفيروس جوه المكان. طبعا عامل حلقة عن طريقة التحصين، اللي عايز يرجع يشوفها او اللي عايز يشوف ان شاء الله في الدورة دي في يوم التحصين هصور لكم حلقة برضو بإذن الله. فالفيروس ده ملعون، بينتشر بسرعة كبيرة جدا، بيخرب بيوت. فلازم تكون رعايتك سليمة 100%. لازم يكون تحصينك في ميعاده وفي ظروف مناسبة. ايه هي الظروف بتاعته؟ ما يكونش فيه اجهاد على الطائر، ما يكونش عندي اي مرض. لو عندي مرض في الطائر اعالج المرض الاول قبل التحصين، احصن في ميعاده، ما يكونش فيه اجهاد على الطائر، احصن في ساعه الفجر، ما يكونش كتكوت بينهج، ما يكونش كتكوت بيلهث، تكون المناعه عندي كويسه، يكون التحصين بتاعي جايبه في تلج ومتبرشم وبفتحه في درجه في ميه درجه حرارتها 18 درجه مئويه. بكون معطش قبلها بساعتين في الصيف وبثلاثة او 4 في الشتاء. فدي اجراءات التحصين، انك تحصن صح. طيب والرعاية ليها دور كبير جدا. فشروط انك تكون مربي ناجح هي الرعاية والتحصين ضد العدو الاكبر، الا وهو الفيروس. دي اللي هي السلسلة اللي احنا بنتكلم عنها، سلسلة الفيروسات. لازم تاخد بالك من نقطة الرعاية والتحصينات عشان تحمي قطيعك
من الفيروسات. التحصين ده بمثابة درع حوالين الفرخة كده بيصد الفيروسات. يدخل الفيروس للفرخ، الفرخ عارف ايه يعني الفرخ بيكون دارس آلية عمل العدو ده، عارف ان العدو ده مثلا بيدخل بسهام، فالفرخ عارف ان هو بيدخل بسهام فجاب دروع حماية ليه. فالفرخ لما بتكون محصنه بيكون عليه زي نظام درع ضد الفيروس. الفيروس يهجم، الفرخ عارف هو هيضرب فين وعارف هيعمل ايه، فالفرخ بيأمن المناطق اللي الفيروس بيضربها. فاول خطوه معانا ان احنا نحصن الفراخ، نعمل حصن للفراخ كده، حصان، فنعمل حصن عشان الفرخ يكون لما يجيله الفيروس يكون مؤهل، عارف هو هيحارب مين وهيحاربه ازاي. ده رقم واحد. رقم اتنين الرعاية الكويسة، الحرارة، الرطوبة، التهوية، الكتكوت ما يطشمش منك، ما يسهلش، ما يكون كتكوت صوبة علفته تمام، ميته تمام، ما يكونش فيه حمل في الأدوية، تكون أدويتك قليلة في الدورة، تكون عندك الفلورا المعوية كويسة جدا. فالرعاية دي ببساطة يعني اللي هو أدوية قليلة، ما نكونش محملين على الكبد في الأدوية، يكون عندنا الرعاية تمام، حرارة، رطوبة، تهوية. ده بيكون مثابة درع تاني للفرخ. كده انا عندي درعين قصاد الفرخ. لو الفيروس دخل هيقابل مناعة الكتكوت، وهيقابل مقاومة التحصين، وهيقابل استجابة مناعية. لو انت نزلت رافع مناعة قوي في الوقت ده هيبقى عنده استجابة مناعية لان انت مش محمل عليه في الادوية. طب عايزين نديله كمان درع، عايزين نحط كمان درع للفيروس ده عشان نكون بقى انا كده اوبشن. التطهير، اطهر المكان بضمير. لو انت عندك عنبر ومشغل فيه ناس اقف على الناس دي في التطهير. التطهير ده يعني يعتبر ده الدرع، ده حجر الاساس اللي تبني عليه الدور، ان المكان بتاعك اصلا ما يكونش فيه خونه، ما يكونش فيه فيروسات، ما يكونش فيه جواسيس تمسك المكان بتاعك. اول حاجه زي صلاح الدين الايوبي كده كان بيقول لك عشان نحرر القدس لازم نطهر البلد من الداخل الاول يعني. فانت هتطهر العنبر من الداخل الاول من اي فيروس، من اي خاين. تمسك المسدس التحصين بتاعك او المكنه توتال اللي هي ال 110 بار او بخاخ او بايدك، المهم توصل لي الميه والصابون والكنس الناعم والكنس الخشب في المكان كله، توصل لي الميه بكلور، توصل لي الميه بفنيك، توصل لي الميه بفورمالين، توصل لي الفورمالين البخر، توصل الفيركون اس، توصل لي اي نوع من المواد الخام للتطهير. في كراتين بتتباع اسمها كرتون التطهير. كرتونة التطهير دي تلاقيها في الجيزه مركز البدرشين، وان شاء الله لما افتح المحل هنزلها عندي باذن الله، فيها كل الحاجات اللي انت هتستخدمها في التطهير في المكان وحوالين المكان. طبعا لما انت تنظف المكان بتاعك كده انت ضفت درع حمايه من الجاسوس الدخيل، اللي هو لو دخل هيخش الواحد مثلا هيعدي الباقي، فانت كده بتعمل درع حمايه لنفسك. يبقى انا كده عندي درع التطهير، عندي درع التحصين، عندي درع الرعايه الكويسه، مش محمل على الكبد، عندي استجابه لرفع المناعه لو نزلته. طب انا عايز ادي كمان درع عشان اكون مامن نفسي بقى ايه، بكون بقى بروفيشنال. عندي الفرخ كده يدخل للفيروس، تعال عايز ايه، كفين وياخد فتره الحضانه بتاعته على خير ايه هو بقى الدرع الاخير ده؟ بخاخ عندك في المكان او مسدس ميه، ويكون عندك في المكان على طول يعني باستمرار الفيركون اس. ده الفيركون اس يا جماعه، ده ممكن تنزله في ميه الشرب للفراخ، بس انا مش بفضل كده يعني. ده تستخدمه مثلا يوم ويوم في الدوره، يومين ويوم في الدوره، بتحطه في المسدس، بتمسك بقى الحيطان بترشها على الارض كده. انت نفسك وانت داخل المكان لو في بخاخه وتطهر نفسك، شبشب يكون في شبشب للمكان، ما يكونش شبشب بتطلع بيه في الشارع، لان احنا عارفين ان الفيروس بيتنقل عن طريق الفضلات. لان انت لو لابس شبشب تاني من الشارع وانت ماشي ممكن تدوس على سبله او زرق بتاع عصفور بتاع حمامه، ما الحمام برضه بيجيله نيوكاسل، تدوس على زرق بتاع حمامه مكان فيروس. الفيروس احنا عارفين ان هو بيعيش في السبله لمده 6 شهور، فممكن تدوس عليه وتيجي داخل المكان بالشبشب بتاعك تنقله للمكان. لبسك لو عرفت تخلي لبس للمكان بحيث ان انت مثلا ما تقفش في محل بتاع اعلاف بتاع فراخ، تقابل واحد صاحبك
كان بيجيب فرخه، ما هو بيجي برضه بالتلامس، فتنقله عندك للمكان. ده بيكون من الامان الحيوي في المزارع الكبيره. لو عرفت تعمل كده في مزرعتك يبقى انت برنس، مزرعتك انت تحافظ على مالك. فبيكون عندك شبشب للمكان، لبس للمكان، يكون عندك فيركون اس ترشه مثلا يوم ويوم، يومين ويوم، 3 ايام ويوم. يعني ترش مثلا يوم كل 3 ايام، يوم كل 4 ايام، ترش الحوائط بتاعه العنبر، ترش الخليه بتاعه التبريد، ترش الشفاط، ترش الرذاذ بسيط خالص كده على يعني مش على كده، مش عمر الصغير، خليه في العمر الكبير اللي هو فوق عمر ال20. زي ما اخونا علاء ابو خديجه بيعمل كلام فاضي كده يعني، بس بحيث ان انت مش تغرق لي الفراخ وتحميها. ترش المكان عندك بالكامل، تخلي بالك لو مشغل دفايات ما تخليش الميه تيجي على الدفايات عشان ما تفرقعش. يبقى انت كده بتعمل حصن خامس للقطيع بتاعك. عايز الفيروس يجي يعمل لك ايه بقى بعد كل ده؟ ده ابقى عبيط اصلا افكر يهاجم. انت كده الدوله بتاعتك متامنه 100%. طب لو انت محمل على الطائر ادويه والاستجابه المناعيه بتاعته ضعيفه، لما يدخل له فيروس ما هو متعود انه يتعالج بدواء، يقول لك لا 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 انا مش هعمل حاجه، عالج لي الفيروس ده. يا كتكوت ابوس ايدك، ده ملوش علاج. لا انا ماليش دعوه، عالجوني. انت عالجت لي الطشمه قبل كده واديتني حقنه يا كتكوت ده ما بيتعالجش يا كتكوت. لا انا ماليش دعوه يابا بقى، انا مش ما بتعاملش، انت عارف ما بتعاملش مع امراض، اديني دواء واشرب بقى، سلام عليكم. يبقى افرح بقى بالبروتوكول ابو 10 جنيه الفرخه وب 15 جنيه الفرخه يا ريبس. استجابت من نقاط القوه، ما ينفعش اي نقطه من النقاط دي، ال5 نقاط دول تنقص. ايه هم؟ نعيدهم تاني. ادويه اقل على كبد الكتكوت عشان الاستجابه المناعيه تكون اقوى، دي رقم 1. حتى لو نزلت رافع مناعه يعرف الكبد عندي يكون مؤهل انه يتعامل. تطهير المكان كويس قبل الدوره، التطهير خلال الدوره، وتطهيرك انت شخصيا وشبشب للمكان، الامان الحيوي. التحصين والرعايه الكويسه. لو نقصت الرعايه سلام عليكم ما تجيش معايا. لو نقص التحصين هتزعل برضه، هيموت لك على الاقل نسبه 10% اقل حاجه، 10% فوق ال20 كمان. لو ما حصنتش المكان بتاعك ممكن يكون في فيروس في المكان، لو ما طهرتش المكان بتاعك ممكن يكون في فيروس في المكان ويدخل وانت لسه مش جاهز. لو مدي ادويه كتير اتكلت على الله. لو مش يعني ما ينفعش حاجه فيهم تنقص. فنخلي بالنا، خاف على مالك، وقف على مالك يزيد، وقف على مالك يزيد. ما تمشيش ورا اللي بيقول لك حلك عندي وخد مني. اللي يقول لك حلك عندي وخد مني هتاخد منه وهياخد منك برضه مكسب دورتك يعتبر. ولو جالك فيروس هو خلاص خد حقه، ضربه في جيبه وخد فلوس الدنيا عنده بكيف وتمام. وانت بقى شوف هتقوم نفسك تاني ازاي لو انت بادئ بكل اللي معاك. ان شاء الله الحلقه الجايه قويه جدا عن فيروس تاني برضو. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. اخوكم احمد ابو انس في ظهرك. اللي محتاج اي سؤال يبعت لي على الواتس، او يبعت ادخله الجروب. عندي ناس ابطال اباطره في المجال، ناس فاهمه تبعت مشكلتك. مش شرط انا هرد عليك، هتلاقي ناس مهندسين وناس دكاتره وناس مربيين استفادوا من اخطاء غيرهم هيردوا عليك برضو، وبننفع بعض وبندعم بعض. وعايز اسمع لو كملت الحلقه للاخر صلي على النبي في التعليقات، عشان انا بميز الناس اللي بتكمل الحلقه للاخر ومش بميزهم يعني. صلي على النبي، انا بقول كده عشان تصلي على النبي. انا عايزك تصلي على النبي في التعليقات عشان اتاكد ان الناس بتستفاد من الفيديو. وانا كده يعني مش بتعب على الفاضي، انا بحب اول لما حد يقول انا استفدت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.